كل طلبه الاس اي تي اللي داخلين دلوقتي الترايل الخاصه بديسمبر لازم تكون مركز جدا انك قبل ما تخش الترايل دي تكون جاهز ببعض المعلومات المهمه جدا، ويمكن اهمها هل الويكنس بتاعتك انت عارفها ولا لا، هل انت اوريدي شغال من ماتيريال مظبوطه ولا لا، هل انت عندك التايمنج بتاعك مظبوط ولا لا. ثلاث حاجات مهمين جدا لازم تراعيهم قبل ما تخش ترايل ديسمبر، خاصه الناس اللي هي طالعه من ترايل نوفمبر او ترايل اكتوبر والدرجات بتاعتها ما كانتش افضل حاجه. كده كده ترايل نوفمبر لسه النتيجه ما طلعتش، ولكن برضو في ناس بتبقى عندها احساس ان هي ممكن ما تكونش جايبه السكور اللي هي هتكون عايزاه. وبالتالي انا وجهه نظري انك لما تخش ترايل ديسمبر لازم الثلاث حاجات دول تكون عارفهم بشكل كويس. وبالتالي احنا بنعمل لك حاجه كومبليتلي فور فري، بنعمل لك دايجنوستيك اكزام، تحديد مستوى تعرف الويكنس من خلالها ايه، وتقدر تشتغل بماتيريال فيري بروفيشنال، وفي نفس الوقت تظبط التايمنج بتاعك. الثلاث حاجات دول لو انت ما بتعملهمش هيبقى عندك مشكله كبيره، وانصحك ما تحجزش ترايل ديسمبر. مليون في الميه انا يهمني جدا مصلحتكم، ولكن الاصل عندك في القصه كلها من اولها لاخرها انك لازم تجيب سكور كويس في الاخر. وبالتالي ممكن ما يكونش عندك الادراك الكافي ان ايه الاخطاء اللي انت بتقع فيها، نوع الماتيريال اللي انت بتستخدمه ممكن تكون بتستخدم ماتيريال غلط تماما، التايمنج بتاعك مش مظبوط، بتوصل في الاخر انك بتحاول تكروت بسرعه عشان خاطر توصل انك تخلص المسائل في الوقت اللي هم محددين لك، وفي الاخر طبعا بيضيع عليك وقت كبير جدا، وفي نفس الوقت بيضيع لك درجات كتيره. اعتقد دي هتبقى معلومه مهمه جدا، وبقدر اقدمها لكل الطلبه اللي بتحضر معايا كومبليتلي فور فري. وده بلس كمان ان انا هعمل لك دايجنوستيك اكزام برضه كومبليتلي فور فري. حضرتك تبدا تبعت لي دلوقتي على الواتساب وانا تحت امركم في كل حاجه. اشوفكم دايما على خير. معاكم امير حميده.